الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلام. وحشتوني جدا جدا من الفيديو الاخير، ويا رب الفيديو الاخير يكون عجبكم. اسفه جدا جدا على تاخير الفيديوهات، مش عارفه اقول لكم ايه والله. بس كان غصب عني بجد، يعني انا اتاخرت اصلا علشان كنت مشغوله بحاجات بقى في الشقه والكلام ده. بس الحمد لله يعني رجعت بقى وكده، فضيت نفسي وقلت لا لازم ارجع لكم بقى واعمل لكم حاجه حلوه كده. ما ينفعش ادخل بايدي فاضيه، ما ينفعش، لازم ادخل بايدي حاجه حلوه كده. بس فالنهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكحك. وبقى عايزه اقول لكم خدوا الطريقه دي وما تراجعوش ورايا، بجد ما تراجعوش ورايا. تحفه تحفه تحفه، ولا تقولي لي بقى عبد ولا اتول ولا لبور ولا اي الكلام ده كله. خدي مني الطريقه وما تراجعيش ورايا. تحفه. وعايزه اقول لكم والله يا جماعه احنا بنستصعبه، بس يعني هو ما بياخدش حاجه. هي كل الفكره في ان انت بتشتري الطلبات وبتوفري. طبعا غير التوفير احنا ممكن نشتريه من بره عادي جدا، بس احساس. هتقولوا لي مثلا بيعمل كميه اكبر، مش يعني فرق مثلا، يعني حسبتها الفرق نص كيلو مثلا. يعني الوفر نص كيلو زياده. انما عادي يعني. بس حاجة مضمونة، وسمنة من البيت، ودقيق انت عارفة ايه مصدره وعارفة ايه مكوناته. بس يعني الكحك تحس ان هو بخير وكده، مش عارفة ايه مصدره، مش عارفة ايه دنيته. السمنة مضمونة وكل حاجة. بس فاحنا بقى النهاردة هنعمل مع بعض الكحك. تحفة. بصوا هو دايب وفي نفس الوقت تعرفي تمسكيه. بس بقى الجمال، انا عايزه اقول لكم ما رشيتش عليه سكر. قلت لما انتوا الاول اوريهولكم. بصوا يا جماعه، عايزه بقى تشوفي الطريقه، كملي بقيه الفيديو. انا بس هوريكم واحده كده. بصوا والله دايب دوب. بصوا، انا مش عارفه باين عندكم ولا لا. بصوا يا جماعه دايب. تحفه تحفه بجد. عايزه اقول لكم اصلا ان انا صايمه دلوقتي، مش هعرف. بصوا، فمش هعرف اوريكم بالظبط. يعني عايزه ادوق قدامكم. انا دقت امبارح، انا صراحه عاملاه من بالليل. عايزه بقى تشوفي الطريقه كامله. يلا تعالي نشوف الفيديو مع بعض ونشوف المكونات. معايا بقى اول حاجه كيلو دقيق بيبقى حوالي 6 كواب ونص ل7 اكواب. معايا نص كيلو سمنه زائد معلقتين كبار. وتعرفوا المعلقتين كبار احنا بنحطهم امتى؟ معانا معلقتين سمسم كبار. تمام. عايزه تحطي اقل في السمسم ممكن تحطي معلقه واحده. معانا معلقه ونص بيكنج باودر. معانا ربع معلقه ريحه كحك، رشه ملح، معلقه ونص حليب بودره، معلقه خميره كبيره، معلقتين كبار من السكر. عايزه بقى تحطي ريحه كحك، محلب، ممكن تحطي. انا حطيت ربع معلقه بس محلب. ومعانا تلت كوبايه ميه. تمام. اول حاجه همسك السمنه، هاخد 4 كوبايات منها من الكميه اللي معايا، هسيحهم كده واقدحهم. احنا هنعمل نص على البارد ونص على الساخن، يعني يكون السمنه سخنه. فانا اول حاجه انا سبت السمنه بقى تسيح على جنب خالص، وبدات اعمل ايه، بدات احط مكوناتي. انا كنت هنا يعني عايزه احط الكوب المعلقه ونص، اشوفهم هتاخدهم الدقيق كله من الحليب البودره. اول حاجه حطيت الحليب البودره معلقه ونص. تاني حاجه دي ريحه الكحك، انا صراحه ما طلعتهاش من الشنطه اللي انا جايبه منها، دي ربع معلقه يعتبر بالظبط، علشان ما لخبطهاش مع الحاجه بتاعتي. ده بيكنج باودر كان متبقي عندي من الكيكه، كنت عامله كيكه وكان متبقي، دي حوالي معلقه ونص بالظبط صغيره. بس هنا برضو كنتش عارفه الكيس هيبقى كله معلقه ونص، فيعتبر هو معلقه ونص، فحطيت المتبقي كله من الكيس. بس وهقلبهم مع بعض. هحط باقي المكونات واقلب علشان يمتزجوا مع بعض المكونات. دي رشه الملح، خدي بالك من رشه الملح، ما تزوديهاش، هي رشه يعتبر بس، ما تزوديش عن كده. هتقلبي بقى جميع مكوناتك، والسمنه بتتقدح على النار لو 4 كوبايات، 4 معالق على النار. وهحط معاهم السمسم ياخد بس كده لون بسيط، هو اصلا سمسم متحمص. هياخد بس من ريحه الكحك كده غلوه، من ريحه السمنه كده غلوه معاه. وتقومي حاطه عامله حفره في الدقيق، وتحطي بقى فيها السمنه دي.
هبدأ دلوقتي اعمل الخميرة، وانا قبل ما بس العجينة هعمل الخميرة هختبرها. ده تلت كوباية مية دافية، يعني زي دمعة العين بالظبط كده، نفس دفيانها، مع معلقتين من السكر مع معلقة خميرة كبيرة. كيلو دقيق كده بياخد ايه معلقة خميرة كبيرة. تمام، هقلبهم مع بعض بقى وهركنهم بقى على جنب. هقعد اقلب جامد. عايزه اقول لكم اصلا قعدت اقلب جامد، وكان جوزي هو اللي بيصورني. رينج لايت ما كانش جاهز خالص. ضايقني بقى وانا بقلب، مش فاهمه بقى الحركه دي، هي كلكعت ليه الخميره، او يعني بتعمل كده علامات في المعلقه وانا بقلبها. مش عارفه من الميه الدافيه ولا ايه، بس انا ما حبيتش كده فكنت متضايقه. بس بحاول بقى انزلها وتبقى مظبوطه علشان ما يبقاش في اي تكتلات وانا بعملها في العجينه. عايزه اقول لكم الخميره كانت ممتازه وقبت معايا خالص. بس هنا السمنه بقى ساحت، الاربع معالق اللي قدحتهم اهم بقى شايفين. انا عملت حفره ونزلتهم في وسط الدقيق، والباقي بقى من السمنه حطيتهم في نفس الحله اللي انا كنت مسيحه فيها عشان تفكهم، لان الحله لسه يعني بالحراره بتاعتها. هتسيح لي بقى السمنه علشان لو في مثلا اي كلاكيع في السمنه تفك وما تكونش. عايزه اقول لكم الاسباتيولا بقى بتنزل لي كل حاجه. بس وحطيت يعني اي بواقي بقى من السمسم هتنزل في السمنه دي كمان، وتقعدي تقلبيها كده لحد ما تفك وتبقي متاكده ان هي فكه خالص، عشان لما تيجي تبسي العجين تبقى مبسوسه صح. تبسي الدقيق كده تبقى خلاص، تبقي متاكده ان الدقيق تغلغل مع السمنه. بصوا اي حته بقى لازم تفكيها. انا لو هنا تلاحظوا انا بحاول اتاكد جامد ان ما يكونش برضو في حتت كتير علشان ما يضايقنيش وانا بعجنها. خدي بالك اوعي تحطي ايدك في اللحظه دي خالص لما تحطي السمنه، اوعي تحطي ايدك لان السمنه سخنه، غير لو انت عاملاها على البارد خالص. السمنه سخنه فما ينفعش تحطي ايدك نهائي، لانها بتبقى الله اكبر بتعمل حاجات مش حلوه خالص. انا عايزه اقول لكم مش عارفه ليه السمنه باينه لكم هنا مع السمسم اغمق، بس كانت فاتحه عن كده خالص، حتى طلعت الكحكايه فاتحه وجميله، بس هي باينه ان هي في التصوير غامقه. بس كل سنه وانتم طيبين، والله ينعاد عليكم ايام بخير يا جماعه. هي الفكره مش في ان احنا بنوفر مثلا او بنعمل كميه اكبر او الكلام ده كله، او غير ان هي مضمونه، غير ان هي بقى ليها بقى فرحه تانية خالص بقى فعلا. بجد لحظه لما بتتجمعي مثلا او تعملي حاجه بايدك بتبقى ليها فرحه جميله بقى، وانتم مثلا بتجهزوا بقى للعيد والكلام ده، فرحه تحفه. عايزه اقول لكم بقى في الوقت اللي انا كنت ببس فيه ده معايا الخميره لو تاخدوا اهي بتبدا تخمر. انا ما بعجنش يا جماعه نهائي، انا ببس العجينه. بتبسيها يعني ايه؟ بخلي الدقيق يتغلغل مع السمنه علشان الدقيق يشرب كل السمنه اللي عندي. بصوا لو تاخدوا بالكم انا ما بعجنش نهائي. انا بحط كمان، عايزه اقول لكم معلومه، انا قبل ما بحط الخميره بيبدأ بقى معايا بس فانا بقعد ابس بقى كده العجينه والخميره بتخمر. انا بقعد مثلا يعني قعدت بقى يعني انتي وقوتك بقى، يعني بصي كل ما تبسي اكتر كل ما الكحكايه بتبقى انعم وحلوه قوي. يعني خدت معايا حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقه بالظبط، بس انا صراحه قعدت يعني اكتر من 10 دقايق بشويه حلوين كده، يعني قلت اديها حقها، واحنا ما بنعملش كحك كل يوم يعني. ويعني انا ساعتها خليت جوزي يقعد قدامي ويقعد يتكلم، علشان لما حد بيقعد يتكلم قدامي انا بسرح، ادي بقى الحاجه حقها وكده. عايزه اقول لكم هنا خلاص كنت بختبرها بقى. بصوا انتي بتعملي شكل الكحكايه وبتضغطي في النص، لو لقيتيها شقات من على الجنب بتلاقيها تمام. هنا برضو كنت بتاكد اللي هي تمام. هعمل واحده ده قبل ما بحط على فكره خميره، انا بتاكد منها برضو. بصوا انا بجربها لكم تاني. الشق اللي في النص ده من ضغطة ايدك، انما احنا بنركز في الجوانب. رجل ست رودينا مشاركانا هي كانت بصوا عايزة تعك بأي طريقة. طبعا انا ايدي في العجينة، فعادي لما بستخدم ايدي وانزل الخميرة بايدي، لانها كانت بتعمل رغوة كده، والرغوة دي بتبقى بتعلم شوية في الكوباية.
او في الطبق اللي معاكي فمبتبقاش راضيه تنزل. عايزه اقول لكم بقى خدي بالك من حاجه، اول ما هتنزلي الميه وتقلبيها كده تحسي ايه ده كتير، قلبي تمام، مش تعجني، قلبي هتلاقي العجينه نشفت مره واحده، ما تتخضيش. بصي ليه قلت في البدايه حطي معلقتين، لان كل عجينه ليها دقيق خاص، انت دقيق غير دقيق، فكل ما تلاقي العجينه او الدقيق ناشف معاكي بتحطي معلقه سمنه بس وتبسيها تاني وتجربي. هنا كنت بختبرها وبشوف شققت ولا لا. انا حطيت يعتبر 3 معالق سمنه كمان. انا هعمل دلوقتي خلاص بقى وتاكدت من عجينتي، هعمل الكحكايه حوالي 30 جرام بالظبط، ولا اقل ولا ازيد. لو انت عندك ميزان، عايزه اقول لكم الميزان ده رخيص جدا، حوالي مثلا 70 جنيه، فيعني بتستخدميه بعدين. بصوا بقى منظر الصاج. عايزه بقى اشكر حماتي على السيجان دي، عايزه اقول لكم نفعتني قوي، لاني لو ما كانش معايا السيجان دي كنت هطلع كل الصواني اللي عندي. فالسيجان دي حلوه قوي، بتنفع صراحه، بتلم الدنيا شويه. عمل بقى حوالي الكيلو، عمل لي كيلو ونص بالظبط، ب30 جرام من الكحكايه بالظبط، واخده 30 جرام. لا بتبقى تقيله ولا خفيفه، لا مظبوطه، تحسوا ان هي زي بتاعه المحلات بالظبط. هنا خلاص خلصنا بقى. انا ما نقشتش يا جماعه، مع اني كان معايا منقاش كنت واخداه من حماتي، بس صراحه حبينا البصمه اكتر. خلاص كده بقى استوى. عايزه اقول لكم اللون كان تحفه، مش الكاميرا برضو ظلماه، وما حبيتش اغمق عن كده، لان مع الوقت بتلاقيها هي غمقت اصلا. الحراره كان الكحك بتاعنا. بصوا بقى، عايزين كحك مظبوط وحلو وزي بتاع بره، سمنه كويسه، دي كويس، مش لازم دي كحك وبسكوت على فكره، مش لازم يعني، بس الافضل اشتري دي كحك والبسكوت، يعني مش هنخسر حاجه. عايزه اقول لكم سنبله الفرات لقيته ب27، فانا كنت اشتريت خلاص الدقيق، فبعد كده سنبله الفرات تحفه في الكحك. بس صراحه والله ما فرقش كتير، او ما فرقش حاجه اصلا. حلو، ودي اللي عندي ادى الغرض وجميل جدا. بس فهعمل بقى دلوقتي بقى نرش بقى بصوا انا بحب ارش ايه، السكر بقى كده بس بقى. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال، حاجات تحفه بقى. بس يا جماعه، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير جميعا، مع السلامه.